هاي، عاملين ايه؟ انا مهندسة جودي، والنهاردة هعرض عقار يخص حد عزيز عليا جدا. تمام. احنا فين؟ احنا في كورنيش المعادي، ابراج عثمان. تمام. زي ما احنا شايفين ده مدخل الشقة من برا. تمام. هندخل الشقة. ده عندي المطبخ. الشقة هتتباع بالفرش والأجهزة والتكييفات. الشقة بالكامل فيو على النيل. تمام. وزي ما قلت احنا في أبراج عثمان. الشقة بص على المحكمة الدستورية والمستشفى. تمام. والنيل بالكامل. طبعا أنا كنت بصور بالليل، ولكن الشقة بالكامل فيها فيو على النيل. في عندي كده دي أول حاجة، ده الريسبشن. طبعا زي ما قلت الشقة بالكامل على النيل، يعني أنا لو فتحت الشباك من الريسبشن من الغرف كل ده شايف النيل جانبي. هسيب أرقام التواصل اللي عايز يسأل عن السعر. الشقة دي بأقل من 8 مليون. وزي ما انتوا شايفين يعني اللي هيدخل الشقة هيدخل بشنطة هدومه. في طبعا في انترنت في الشقة برضو. ده التويليت الكبير. الشقة مش محتاجة أي مصاريف يعني. ومساحتها 180 متر. دي تاني غرفة. الغرفة اللي أنا صورتها الأولانية فيها بلكونة، هنشوفها في الآخر. طبعا يعني صاحبة الشقة كانت مسافرة، بنعتذر يعني على الحاجات اللي مش متظبطة. دي غرفة النوم الرئيسية. تمام. والشقة فيها 2 تويلت. التويلت اللي أنا صورته برا، وفي تويلت تاني هنصوره في آخر الفيديو. طبعا الشقة متسجلة، وفي حصة في الأرض وفي حصة في الجراج، وفي أمن تحت 24 ساعة. عندنا مجموعة كافيهات تحت في المكان برضو. وبرضو هنعرض مدخل البرج في آخر الفيديو. واحنا بنبيع بنروح تبع شركة المقاولين العرب، بيتم التنازل طبعا هناك. دي الغرفة اللي أنا قلت معاها بلكونة. دي البلكونة. زي ما احنا شايفين. طبعا ده الفيو بتاع مستشفى القوات المسلحة والنيل. هسيب ارقام التواصل زي ما قلت. اي حد عايز يتواصل معايا هيبعت لي على الواتساب او على رقم التواصل. ده التويلت التاني اللي قلت هنصوره في اخر الفيديو. وده مدخل العمارة من تحت.